النهارده هنتكلم عن حدوث إجهاض متكرر. هل حصل حمل قبل كده معاكي وحصل إجهاض متكرر؟ لو حصل كده معاكي تعالي نشوف في الحالة ديت ايه الأسباب بتاعة الإجهاض المتكرر وهنوصل ازاي لحل. حدوث إجهاض متكرر بيصيب تقريبا 1% من المتزوجين. الإجهاض المتكرر يعني حدوث إجهاض 3 مرات متتالية فيما أكتر، وبعض المصادر بتعرفه إن هو مرتين فما أكتر. ايه الأسباب اللي ممكن نوصل لها عشان نقول ان في اجهاض متكرر او سبب الاجهاض المتكرر؟ اول سبب هنتكلم فيه هو سن الام نفسه او سن الزوجه. سن الزوجه لوحده عامل كبير لحدوث اجهاض متكرر. فمثلا مع زياده السن بتبقى نسبه حدوث اجهاض متكرر بتزيد. مع سن من 30 ل 35 نسبه الاجهاض بتوصل تقريبا 15%. من سن 35 لسن 40 سنة نسبة الإجهاض بتوصل 25%. من سن 40 لسن 45 سنة نسبة الإجهاض بتبقى أكتر من 50%. فمن كده نقدر نوصل إن هو السن لوحده عامل مؤثر وكبير جدا. العامل الثاني هو عدد مرات الإجهاض السابقة المتكررة. مثلا حدوث إجهاض واحد قبل الحمل الحالي بيبقى نسبة حدوث الإجهاض في الحمل ده 10%. لو حصل مرتين إجهاض بتبقى نسبة الحدوث إجهاض في الحمل اللي بعديه 20%. لو حصل إجهاض 3 مرات بيكون نسبة حدوث إجهاض في الحمل اللي بعديه بتوصل لأكثر من 40%.